اوعى تحط نفسك في بوزيشن انك دايما عايز تنول لرضاها، هتاخد اسوأ فيرجن من البنت دي. ونيجي هنا على الغلطه اللي بعديها، انك بتخش دايما العلاقه بدور المعجب، ودي اخطر غلطه. اغلب الرجاله لما بيعجبوا ببنت بيدخلوا العلاقه وهم خسرانين الباور بوزيشن. البنت عارفه انها عاجباهم، هي احلى واحده شافوها. البنت بتلاقي الراجل ده بيمدحها طول الوقت، دايما بيحاول يرضيها، دايما بيحاول يحل مشاكلها، دايما بيحاول يبهرها، خايف دايما يخسرها او يزعلها، ما بيقولهاش لا. البنت بتشوف ده فورا وبتبقى عارفه انها في الباور بوزيشن، بتلعب بيه، بتقرا رساله انا بحاول اكسبك باي طريقه، والنتيجه هي بتحطك في خانه عمرك ما تكسبها منها. خانه الصاحب اللطيف المريح الامن اللي عمره ما هيمشي، لكن مش الراجل اللي عاجبها. الجاذبيه الحقيقيه بتبتدي لما انت اللي تقيمها، انت اللي تعمل لها كواليفيكيشن، تشوف هي هتعجبك ليه، مش عاجباك في كل حالاتها وخلاص. اوعى تحط نفسك في بوزيشن انك دايما عايز تنول لرضاها، هتاخد اسوأ فيرجن من البنت دي، ولا هتعرف ترضيها ولا هتعرف تاخد منها الاعجاب اللي انت عايزه. زي ما قلت لك قبل كده، البنات بيبقوا اسوأ كائنات وهم عندهم الليفرج. حته الليفرج دي اوعى تخسرها في العلاقه.